باش تعرف شخصيه اي انسان ركب معاه في طوموبيلته. غير ركب معاه وسكت، ما تسمعش شنو كيهضر على راسو، شوف غير كيفاش كيسوق، حيت السوقان كيكشف الشخصيه اكثر من اي موقف اخر. علاش؟ حيت في الطريق الانسان كيكون تحت الضغط، وفي علم النفس الضغط ما كيصنعش الشخصيه، كيكشفها. كتلقى واحد باغي يدوبل من كل جهه، باغي يسبق الجميع وكأن الحياه غادي تسالي الا ما وصلش قبل الناس. وكتلقى واحد ما كيصبرش على دقيقه انتظار، كيغوات، كيتعصب وكيتخاصم على اتفه حاجه. وكتلقى واحد اخر عنده الحق ومع ذلك كيصبر، كيحترم الدور، كيعطي الطريق، وكيعرف ان الناس كاملين باغيين يوصلوا بحالو. حتى الطوموبيله نفسها مرات كتهضر، ماشي واش ماركه كبيره ولا صغيره، ولكن واش محافظ عليها، واش مرتبه، واش كل نهار ضربه جديده ومشكل جديد. حيت الطريقه اللي كيتعامل بها مع ممتلكاته كتقول بزاف على الطريقه اللي كيتعامل بها مع حياتك. واكبر خطا كنديروه هو اننا كنسمعوا للناس وهما كيهضروا على راسهم، مع ان الحقيقه كتبان ملي كيتعصبوا، ملي كيتسناو وملي كيشدوا الفولون. لهذا الا بغيتي دير دراسه صغيره على الناس اللي دايرين بك، ما تحتاجش تسولهم بزاف، ركب معاهم وحضر السوقان ديالهم، حيت مرات الطريقه اللي كيتعاملوا بها كتعطيك اجوبه ما كيعطيهاش لك حتى شي حوار. واخيرا، واش انت من الناس اللي كيسوقوا شخصيتهم ولا شخصيتهم هي اللي كتسوقهم؟